السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل مع بعض ورق عنب. طبعا انا عملته قبل كده، ان شاء الله هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا. شوفوا معانا الطريقة. زي ما انتم شايفين كده انا مجهزة 3 بصلات. احنا طبعا على قد المقدار اللي احنا هنعمله، انا عامل طاجن واحد. هنجيب بقى ال3 بصلات، هنقطعهم طبعا مكعبات. هنضربهم بالكبة، ايا كان يعني اللي احنا هنقطعهم بيها. طبعا هقطعهم كده مكعبات بسرعة. هقطعهم وبعدين اقطعهم مكعبات صغيرة جدا جدا كده على قد ما نقدر، او نضربهم بالكبة. طبعا اللي ما عندهاش كبة هتقطعهم كده. هجيب بقى احط زيت، مش هحط سمنة ولا حاجة، هيبقى زيت. هضيف الزيت كده وهضيف البصل اشوحه. ممكن يعني اخده لون، وممكن اللي هو ادبله. انا هدبله بس، مش هديله لون ولا حاجة، هاخده بس تتبيل بس. وهبدأ اقلب فيه كده. وبعد كده هنزل بالطماطم. عايزه اقول لكم عصير الطماطم ده بدون ولا نقطة مية، طماطم بس بدون مية. هنزله كده لحد ما الطماطم تتسبك معانا. وبعد كده هضيف لها رشة من السكر علشان الحموضة. بس كده. وزي ما انتم شايفين كده هي اتسبكت معانا اهي، وادت لون. هديها بقى معلقة صلصة طماطم علشان تدي لون اكتر. بعد كده هجيب بقى، انا هضيف هنا لورق العنب كزبرة بس. مش هضيف لا بقدونس ولا شبت، هضيف كزبرة بس. هبدأ بقى اقطعه تقطيع كده صغير. يبقى احنا هنضيف لورق العنب كزبرة بس. هنيجي بقى هنا على البهارات. هيبقى عندنا عبارة عن بهارات لحمة، فلفل اسود، معلقة كبيرة سماق، كمون، شطة، حاجة بسيطة جدا من الحبهان والجوز الطيب، وملح. وهنضيفهم على الرز، حوالي 3 كوبايات من الرز المصري مغسول ومتصفي. هقلبهم كده في الاول، مش على الطماطم. وهضيف عليه الكزبرة على طول، وهقلبهم. وبعد كده هنزل بالطماطم. وطبعا البهارات اللي احنا بنحب نضيفها، على فكرة ممكن نضيف نعناع. النعناع بيدي ريحة حلوة جدا. انا ضفت قبل كده نعناع. زي ما انتم شايفين كده انا هضيف معاكم كمان دبس الرمان. ده طبعا اللي بيحب مزازة ورق العنب بيضيف دبس رمان وسماق. نيجي هنا بقى الورق العنب ده الطريقة المبتدئين. هنخلي الناعم لبره والخشن لجوه. هنعمله كده. والاول نروح نجهز الطاجن اللي هنضيف فيه الورق العنب. هقطع بصل كده، حلقات من البصل والطماطم علشان يدي ريحة حلوة لورق العنب، وفلفل حار، وشرايح ليمون. وهضيف برضو في الاخر كده ورق عنب برضو. اي حاجه نضيفها في ارضيه الطاجن. برضو في ناس بتحط بطاطس، بس انا مش هحط بطاطس، انا بحط كده بس. بكتفي بالطماطم والبصل وشرايح الليمون. نيجي بقى هنا على ورق العنب ده. انا هوريكم الطريقه اللي هي الناس اللي مش بتعرف تلف ورق العنب. هنجيب معلقه شاي صغيره علشان خاطر نعمل مقدار واحد. هنضيف بقى معلقه الرز، او نص معلقه من الرز البلدي، عشان طبعا هيزيد. نفرد كده ورق العنب زي ما انتم شايفين. الظهر الخشن يبقى لفوق كده زي ما انتم شايفين كده، والناعم لبره. وهنبدأ بقى نلف، هنتني كده من الجنبين، وبعدين نضغط كده لقدام، ونبدأ نضغط كده لحد ما نقفل الورقة كويس جدا، نقفل الجناب. وزي ما انتم شايفين كده قفلتها بكل سهولة. طبعا لو في حاجة طالعة بره زي رز او حاجة بنشيله، مفيش منه مشكلة. هعمل معاكم واحدة كمان. بقفل كده من الجنبين، وبضغط لقدام كده، وبفضل ماسكه كده لحد ما بلف. ما تقلقيش وما تخافيش، الورقه مش هتتقطع ولا حاجه. هتتلف سهله وبسيطه جدا. اهو زي ما انتم شايفين كده. بقفل الجنبين وبرجع اقفل بالراحه جدا. طبعا هي اتقطعت معايا عادي، ما تقلقيش خالص، وبتقفليه وعادي ولا في اي مشكله. وكله قد بعضه. وفي ممكن ورقه تبقى كبيره ممكن نقصها من النص، ونقدر نعملها برضو عادي، مفيش منها مشكله. زي ما انتم شايفين اهو، وقفلتها ومفيش اي مشكله منها.
طريقته سهله وبسيطه. هعمل لكم برضو دلوقتي اللي هو اللي انا بعمله على ايدي، لان طبعا انا ما بعملش على البلانشه. طبعا الظهر الخشن اللي فوق اهو. وهبدا احط بقى بايدي كده الرز، وهتني من الجنبين، الجنب ده ومن الجنب ده، واضغط كده وبلم، وبضغط عليه كده بالراحة، وبقفل كويس جدا زي ما بلف المحشي العادي خالص. بل بالعكس انتي بتقدري تتحكمي فيه وبتقفليه كويس جدا بايدك، عن ما بتقفليه على البلانشة. زي ما انتم شايفين كده بقفل كويس جدا بالجنبين، وببدأ اقفل اهو. مقفولة كويس جدا. وبعد كده بقى ببدأ ارص على طول في الطاجن على طول. رصيته كده. كده انا خلصت الكمية ما شاء الله، خلصتها اهو، وكله مقاس واحد وحجم واحد. هبدأ بقى اعصر عصرة ليمون كده. طبعا ده اللي بيحب الليمون زيادة، اللي ما بيحبش ليمون زيادة طبعا مش هيحط ليمون زيادة، او ما بيحبش زيادة ليمون، ما مش هيحط سماق، مش هيحط برضو دبس الرمان، او مش هيحط شرايح ليمون، زي ما يحب يعني. طب احنا بقى حاطين احنا عصير ليمون. طبعا هغطي كمان بورق العنب من فوق. ممكن ما نحطش عادي، مفيش مشكلة. وانا كمان هضيف شرايح ليمون، لان ورق العنب دايما بيبقى مزز. زي ما انتم شايفين كده. كده انا خلصت اهو. هجهز بقى الشوربة. عايزة اقول لكم ان الطاجن ده بيحتاج كوباية من الشوربة بس، كوباية واحدة. لان ده انا هدخله الفرن بيقعد حوالي ساعة ونص بالظبط، او ساعتين الا ربع بالظبط، بالظبط ساعتين الا ربع. هجيب هنا بقى كوباية شوربة، شوربة دسمة كده. هضيف لها مكعب مرق. طبعا لو احنا مش حابين نضيف مكعب مرق مفيش مشكلة، نظبط بس الملح كويس. ونراعي برضو الليمون. هضيف بقى معلقة صلصة طماطم، وهنزل بقى بالشوربة كده. وهجيب بقى علشان خاطر المحشي حجمه ما يزيدش او يتخن مننا، هضغطه بغطا حلة او بطبق نقدر نضغط بيه. زي ما شايفين كده انا بضغط بيه اهو. خلاص كده انا ضغطت. وهجيب بقى ورق فويل، هلفه كويس جدا، اكتم الهواء علشان خاطر ما يخرجش منه الهواء. وادخله الفرن، مش هفتح عليه غير بعد ساعة ونص، اتأكد ان هو استوي وبقى زي الفل. يا ريت لو وصلتوا للفيديو لغاية هنا، يا ريت تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. زي ما انتم شايفين طلع اهو ما شاء الله. وحجم المحشي زي ما هو، مفيش واحدة كبيرة او حجمها زاد. ما شاء الله. عايزة اقول لكم الطعم تحفة، ان شاء الله يعجبكم. لو جربتوه بنفس الطريقة دي هيعجبكم ان شاء الله. بس دايما لما بقلبه دايما ما بينزلش بنفس الشكل. بس عايزه اقول لكم الطعم حلو جدا، ان شاء الله يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.